هل عمرك حسيتي ان دماغك مليانة افكار ومشاعر مش عارفة ترتبيها؟ زي زحمة في الطريق كده ومفيش مخرج. الحل بسيط جدا، ورقة وقلم و5 دقايق بس. ده هو الجورنالينج، السر اللي بيستخدموه الناس اللي عارفين ازاي يخلقوا راحة نفسية وسلام داخلي. اهلا بيكم في قناة بديفا. النهاردة هنتكلم عن الجورنالينج او الكتابة التأملية، اللي بقت من اقوى العادات لتحسين المزاج وتنظيم التفكير ورفع الطاقة الإيجابية. في الأول كده، يعني إيه جورنالينج؟ هو ببساطة إنك تكتبي اللي جواك بصدق من غير تجميل ولا خوف، كأنك بتفضي قلبك على الورق. مفيش صح وغلط، مفيش شكل معين، المهم إنك تسيبي القلم يعبر عن اللي مش قادرة تقوليه بصوت عالي. ليه الجورنالينج مهم؟ بيساعدك تفهمي نفسك أكتر، بيقلل التوتر والقلق، بيخليكي تكتشفي أنماط تفكيرك ومشاعرك، وبيخلق وعي حقيقي يخليكي تاخدي قرار أهدى وأنضج. الكتابة هنا مش مجرد هواية، دي طريقة تنظيف ذهني. زي ما الجسم محتاج دش، العقل كمان محتاج يفرغ الطاقة اللي جواه. نيجي بقى لأنواع الجورنالينج اللي ممكن تجربيها. 1. جورنال المشاعر. اكتبي مشاعرك كل يوم زي ما هي، ده بيخليكي تتصالحي مع نفسك بدل ما تكتمي جواكي. 2. جورنال الأهداف. دوني أهدافك اليومية أو الأسبوعية وخططي خطواتك الصغيرة، ده هيساعدك تلاحظي تقدمك وتحسي بقيمة مجهودك. 3. جورنال الامتنان. كل يوم اكتبي 3 حاجات انت ممتنة ليها، هتتفاجئي قد ايه الحياة فيها تفاصيل تستاهل الشكر. 4. جورنال التطور الشخصي. سجلي الدروس اللي اتعلمتيها من المواقف الصعبة، هتلاقي نفسك بتكبري بوعي وهدوء. 5 نوع معانا جورنال الإبداع. ده بقى دوني أفكارك وخواطرك واقتباساتك أو حتى رسوماتك، ده بيفتح لك مساحة لنفسك الحرة اللي بتحلمي ترجعي ليها. طيب نبدأ إزاي؟ مش محتاجين أدوات غالية ولا وقت طويل، دفتر بسيط، قلم بتحبيه، وركن هادي في البيت. اختاري وقت ثابت، الصبح مثلا أو قبل النوم، واكتبي من غير تفكير كتير. المهم الاستمرارية مش الكمال. الجورنالينج مش بس كتابة، دي طريقة تعيشي بيها بوعي أكتر وسلام أكتر. هتتعرفي على نفسك وتتعلمي تسمعي صوتك الداخلي بوضوح. وما تنسيش، كل كلمة بتكتبيها بتقربك من النسخة اللي نفسك توصلي لها. لو الفيديو ده لمس فيكي حاجة، اعملي لايك واشتركي في قناة بديفا واكتبي لي في الكومنت. هتبدأي جورنالينج من بكرة ولا لسه بتفكري؟ اشوفكم الفيديو الجاي.